نيجي بقى للفقره اللي هاخد فيها حقي بقى، اللي هاخد فيها حق بكسرة قلبي وحرقة دمي وكل حاجه بقى. انا بحاول اهدى وعمال اخد في كميه مهدئات والله العظيم بجد. فهنقيم بأدب يا جماعه، لازم نحترم الناس الكبيره اللي شعرها ابيض، شعرها وحاجات تانية بيضة يعني. ماشي. كابتن معتمد المدير الفني لنادي الزمالك، مدير فني مدير فني ايه بقى؟ عيب يا جماعه، عيب نقول مدير فني، عيب عيب. احنا كده بنشتم الراجل. كابتن معتمد جمال، انا ممكن اديله 1,000,000 من 10. اديله 1,000,000 عشان هو النهارده الصراحه يعني عمل كل الواجبات المطلوبه منه. الراجل بيغزل برجل حمار، مش هو ده اللي الاعلام بيقعد يقوله؟ هو الراجل يا جماعه يشكر ان هو وصلنا للمرحله دي بالفرقه دي، يشكر. احنا هنكفر ونطلب منه يكسب الاهلي ويجيب الدوري والكونفدراليه؟ هرس وخ يا جدعان، انتوا هتكفروا ولا ايه يا زملكاويه؟ سالب زبروميه. المهدي سليمان، الكوره الثلاثه اللي جت عليك جت فيك جوان. حتى ضربه الجزاء انا افتكرتك صدتها وكنت انا اديك 2 3 من 10. طلعت جايه في القايم. 0. الونش 1 عشان مش هظلمه النهارده، والله كان بيحاول. اسماعيل من احسن، هو وبنتايج احسن 2 لعيبه في الزمالك النهارده. 7 من 10. بنتايج 8 من 10. يا حس حبيبي، يا حس اللي عايز يحترف اهو. اخوه طلع من 3 4 ايام مع سيف زاهر بيقول لك جاي لنا عروض من ويست بروميتش وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونه وبندرس العروض بس مستنيين الزمالك. يا حس والله 3 انت ملط. اقول لك على حاجه، روح الاهلي يلا مع اخواتك بقى هناك، زيزو وامام والرجاله هناك وبن شرقي بيجيبوا جوان حتى فينا. روح الاهلي في داهيه، يلا روح الاهلي يلا، روح الاهلي يلا. بيغلط غلطات الناشئين يستحوا ان يفعلوها. يستحوا ايه؟ بيزني في الملعب يعني. بسم الله ما شاء الله النهارده حسام عبد المجيد ما سابش حاجه لابو لهب، ما سابش حاجه لابو لهب. عمل ايه؟ الجون الاول منه والجون الثاني منه، لا وضيع ضربه الجزاء اللي هترجعك للماتش. هي فرحتي يا فرحتي، انتوا جننتوني يلا، انتوا جننتوني وبالذات انت يلا، انت بضان ووشك بضان وداخل يشوط ضربه الجزاء. لا وبعد ضربه الجزاء بيحط ايده على شعره. بقى انا مصدوم بقى. انت ملط يلا، انت ملط. روح احترف. اقول لك على حاجه، احترف. بيقول لك بعد كاس العالم هي، لا ولا بعد كاس العالم. يا عم روح دلوقتي يلا. تعالى يا عم، اقسم بالله الاوبر حاسب لك انا عليه اللي هيوديك من 100 عقبه للجزيره. يلا يا عم في داهيه، يلعن ابو اللي لعبكم في الزمالك يا عم. خش بقى على وسط الملعب ورجاله وسط الملعب. معلش انا هبدا بجدو عبد الله. جدو عبد الله، مش شايف ان حضرتك كفايه كده وتروح تدور تشتري لك تراب بقى من الشركات العقاريه دي؟ بيتصلوا والله علينا كتير يقولوا عندنا تراب وبتاع. في تراب، اشتري لك تراب على البحر عشان تبقى في الهو زي ما انت كنت سايب وسط ملعب الزمالك النهارده كده في الهو. ماشي. وانت خارج متنرفز بقى ان احنا خسرانين بقى، ولا ما بحبش الخساره، ما بحبش الخساره. انا عبد الله سعيد جاتكم البلاوي شويه عيال مع الرصه. لا مش هعرف اتكلم على فتوح يا جماعه عشان ده راجل ديلر قد الدنيا وانا بحبه. كان حلو شحاته، كان حلو. هو شحاته بيلعب ايه؟ بيلعب 6 ولا 8 ولا 10؟ هو شحاته في انت فين يا شحاته يا اسطى؟ من بعد الاصابه يا اسطى اللي جات لك في اول الموسم دي وانا مش لاقيك يا اسطى، انت فين يا اسطى؟ لا هو حد شاف فيزيرا النهارده؟ هو فيزيرا كان بيلعب اصلا؟ كوكا بالله عليك يا اسطى طمني عليه، لو واخده معاك حطه. طب حطه على الشحن يا اسطى عشان بقلق عليه، ده ابني، ده حبيبي، ده بقلق عليه يعني، خلي بالك منه. لا كابتن معتمد وداك الجبهه التانية عشان الترند بتاع كوكا. ام ايه؟ ام لا نفع هنا ولا نفع هنا؟ ليه؟ عشان هو مدير فني فقيق بالقاف يا ابن الجزمه. الدباغ والله كان حلو، ياخد 6 من 10 مستريح والله. بيضغط وبيعمل لينك اب وبيدافع وبيهاجم، وكان حلو. وعلى الاقل بيعرف يباصي. شايف انا وصلت لفين؟ على الاقل عدي بيعرف بيباصي الكرة صح، بيطلع الباص صح. عايزنا نقيم الاسطوره. هنكفر اسطوره. ده الاسطوره يا ابني، ناصر بيه الاسطوره ده. هدف الاغلى في تاريخ كوكب زحل وكوكب ما وراء المرئيات والهش بس حس. الاسطوره ناصر منسي. فو على لعيبه الكوره يلا، فو روح اجري يلا، شوف لك جاموسه اجري احلبها ولا اقطع زريبه ولا اعمل حاجه. ده مش كارك حش برسيم، ده كارك. انت مستقبلك في حش البرسيم، والله مستقبلك في حش البرسيم مش مستقبلك في الكوره. بعد ماتش النهارده انت انا عمري ما حبيتك اصلا يعني عامه يعني، بس النهارده انت مستقبلك في حش البرسيم. الكوره لا ده مش كارك يا اسطى، صدقني. تعال حش برسيم او اقطع زريبه. انت راجل
راجل كده باين عليك يا اسطى، انت باين عليك، انت شكلك كده يا اسطى، ده مش منظر لعيب كوره. كفايه عشان انا تعبت، كفايه والله ما قادر اقيم البدلاء حتى. ما فيش حد شيكو مانزا. نازل شيكو مانزا من على الدكه عشان يغير لي نتيجه الماتش. والله العظيم انا ضحكت يا جدعان.